يقول: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الله يرزقنا وإياكم. يقول ابن تيمية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. اليوم سبحانك ربي الناس تدعو إلى الفتنة، ويعني تشارك في الفتنة في القول والفعل والعياذ بالله والتشجيع وغيره. بل المصيبة الأعظم مثل ما نسمع، قالوا والآن اللي يعني يجب أن تخرجوا إلى شوارع مصر عشان تحركوا الشارع وترجعوا مرسي على الكرسي، ويجب الخروج، وهذا الخروج جهاد. الله يا شيخ، خروج وشعب وهذا مؤيد وهذا معارض، كم قتل إلى الآن؟ ويقولوا حقهم، اللي حقهم جهاد واللي حق غيرهم نفاق. مصيبة، يعني سموا الأشياء بغير اسمها يا شيخ. هذا فتنة يا شيخ، تأمر الناس تخرج بالشوارع وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا وهذا يكسر وهذا يسوي، مصائب فتن عظيمة جدا. يقول له هذا هو الجهاد الذي يجب، ومن مات منكم يقول فهو شهيد. طيب يا أخي أنت روح خليك تموت أول واحد شهيد، احنا نبي لك أنت تكون الشهيد رقم واحد، ليه ما يروح؟ لا، هو جالس هنا أو جالس في الكويت أو جالس في بريطانيا أو جالس في الدنيا كلها، ويقول للناس اخرجوا إلى شوارع، إلى ميدان رابعة العدوية، الآن يسمونه ميدان جبريل، عرفتم ولا ما عرفتم؟ هذه مصيبة. فالخروج واجب، الخروج جهاد، واللي يموت منكم شهيد. طيب يا بسم الله، أنت الطاعات فيها إيثار؟ الطاعات ما فيها إيثار. الشهادة أنت لازم تحرص أكثر مني على الشهادة، تعال خليك تموت أنت الشهيد الأول وأنا وراك الثاني، ما عندي مانع. لا هو بعيد، آمن في سربه في أهله، في بين نساء، ويمكن عنده 4 زوجات، ويقول لأولاد المسلمين، يقول اخرجوا وإذا متم شهداء. مصيبة، نسأل الله العافية يا أخوان.